السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. بصوا يا جماعة، أنا جاي أنا وأخويا عبد الرازق رايحين للمكان اللي إحنا اصطادنا منه الست كوبر، ولكن هنا اتفاجئنا في صوت هنا، وغالبا في كوبرا دخلت في المكان ده. طبعا المكان صغير جدا مش واضح فيه حاجة، ولكن زي ما حضراتكم شايفين إحنا طبعا لقينا حاجة سحبت هنا. فإحنا حاليا هنكشف على المكان ده. طبعا ده صخرة تحت منها مفرغ، فهنكشف على المكان ده دلوقتي، ولكن هي بنسبه كبيره هي كوبرا. احنا لسه ما وصلناش للمكان اللي احنا رايحينه. اهو كده عبد الرازق. ايوه هتقول ايوه بصها. بص ايه ده بص تحت الحجر كله مفرغ. عشان كده بقول لك لازم نطلع على هناك. خد الكشاف الاول كده. اهي بص امسك اهي والله لسه بنقول، بس انا مش عارف بقى هي ماده كده لحد فين. الكوبرا دي هتمشي في الشمال هنا، ماشيه كده. بس لازم. طب اكحت لك الشويه دول. لازم نوسع عليها. الحجر ده يا عبدو لازم نكشف عليه، لان غالبا ممكن يكون في اكتر من واحده. فانا هسيبها واوسع عليها من هنا عشان اجيبها من تحت. هي ماشيه كده في الشمال. كده عبد التليفون. بصوا يا جماعه، انا عايز اوريكم بس الكوبرا من جوه. اهي الكوبرا هنا متكومه هنا اهي، ماشي. احنا طبعا هنسحبها دلوقتي. بسم الله. طبعا انا كل ده لا ده هي هنا قدام مني، بس انا مش عارف دماغها فين، عشان كده ايه مش عايز اجازف. بص يا جماعه، دي دماغ الكوبرا اهي. على فكره هم ازيد من واحده دي يا عبده، صدقني ازيد من واحده. انا معاك، سيبهم ونوطي لهم. ايه اوطي لهم مكان الدماغ. لا ثواني، ده هم ازيد من واحده. عشان ما يفتحوش اليمين. لا اهي. امسك كده يا عبده. دي اول واحده، في واحده تاني والله العظيم، في واحده تاني. نمسك فين؟ بص بالله عليك يا عبده، في واحده تاني. بسم الله. وعيدك ادي الديل التانية اهي برضه جنب منها. والله وكبار يا عبده ما شاء الله. خير اهم. بص ادي الديلين اهم. خلي بالك. مركز معايا؟ معك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اتنين اهو. طبعا انا مش عايز اتعافى عليهم، عشان ايه؟ خلي بالك ايدك. لا سيبها على الله. ادي يا جماعه اتنين اهم. دي بقى ايه؟ بترخي اهي. والله يا عبده مش عارف ليه، حاسس برضه ان في ازيد منهم كمان. ان شاء الله. بص دي بقى ماسكه اهي، ماسكه هنا في حته طينه. هو عيدك بس. ماسكه ورا السيخ. بس انا عايز اتاكد في غيرهم ولا لا هم دول. انا بس عايز ايه؟ انا عايز اديها راحتها. انت كده بتطلقهم تاني جوه. انا كده بطلقهم تاني، اديهم راحتهم.
اهي وكده مرتاحين اهو. انا كده طلقتهم تاني. بص بقى هما فين؟ هما هنا كده. يعني هم سارحين كده؟ هما تحت الحجر اهي. بسم الله. الحجر ديت فيها سياج. السياج ديت عامله ايه؟ بيحشروا نفسهم وراها. بسم الله. ركز معايا يا عبده. لا خليك مع الله. اها ادي اول واحده اهي. ماشي. الثانيه طبعا بتحاول ترجع من ورا، بس لعلمك الثانيه نجيبها اسهل من الاولانيه دي، لان الثانيه هنا ايه جسمها كله بعيد هنا، فملمومه هنا ورا هنا. يا عبده مش عارف يشكك ليه ان هم ازيد من 2. طب ما انا ممكن اوطي لك هنا شويه. والله العظيم شك ان هم ازيد من 2. اوطي لك هنا شويه. مش عايزه توطى هي، بس عايزه ايه؟ عايزه دي بنوسع لها بس، لكن هي مش محتاجه توطيه لان هي واسعه جوه يعني. بص بنت اللذينه بتحشر نفسها لجوه عشان محدش يعرف يمسكها. ممكن انك هتقولها من الجنب التاني نوطولها. لا لا لا، هي هتيجي من هنا ان شاء الله. اهي 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 اول واحده اهي معايا. الله. اهي ادي اول واحده عندي. اطلعي بقى. ايوه بسم الله ما شاء الله. اهي فاضل بقى الثانيه. على فكره الثانيه اصغر من دي الاكبر. الثانيه اصغر من دي. ادي يا جماعه اول واحده واول صيد معانا حوالي 1.80 متر او 1.75 متر. لسه الثانيه موجوده جوه. بسم الله يا فرج الله. احنا اصلا رايحين نبص على ايه؟ على غير دول خالص. احنا لسه كمان المكان التاني يا جماعه اللي احنا رايحين له اصلا لسه ما كملناهوش. فاضل دي بقى ايه؟ عايزين نجيب لها من الناحيه دي. بسم الله. هات عبد التليفون كده. بصوا يا جماعه ادي الكوبرا الثانيه اهي اللي احنا لسه ما جبناهاش. طبعا انا هعمل ايه؟ ادي اهو انا كده طلعتها كده، طلعتها خلاص. خد عبد كوبرا جسمها متلج دي كده. دي كده تاني كوبرا. لسه المكان معانا برضو مغوط. في معانا يا جماعه بصوا حجره 2 3 في حوالي 6 حجرات زي دي كده برضو احنا وارد نلاقي فيهم. عايزين نكشف برضو المكان يا عبده تاني. ماشي. لان وارد ان يكون في حاجه جوه. بصوا يا جماعه دول هما الاثنين اللي احنا جبناهم من هنا. الاثنين نفس الطول
الاثنين نفس الطول، بس الاولانيه دي اضخم سنه واطول سنه. دول اتنين اهمت، احنا اصلا مش جايين لهم، احنا رايحين الاثنين تانيين غيرهم. عبده كنا احنا حفرنا انا وعبده عليهم المره اللي فاتت وما لقيناهمش، لقينا واحده بس منهم والثانيه ما لقيناهاش. بصوا يا جماعه، ما جبناش غير الكوبرتين دول انا وعبده. طبعا احنا كملنا الجسر هنا بس ما لقيناش حاجه، لقينا اثر الكوبرا الثانيه اللي احنا جايين لها هنا، لقينا اثر الكوبرا ان هي طالعه لبره، فالكوبرا مش موجوده داخل الجحر. فطبعا احنا هنا كده ما جبناش غير الكوبرتين اللي احنا اصلا مش جايين عشانهم، يعني احنا اساسا جايين هنا عشان كوبرا ثانيه خالص. دول يا جماعه الكوبرتين اللي احنا لسه صايدين. طبعا الاثنين لونهم مختلف عن بعض تماما، الاثنين الوانهم مختلفه عن بعض تماما. طبعا احنا خلينا في الامان، نمسك واحده كده ونخلي واحده كده. الاثنين طبعا حوالي متر 75 ودي حوالي يعني متر و80، يعني هي دي اطول شويه من دي. طبعا دي كده عامله نفسها ان هي ميته، ولكن طبعا الاثنين جسمهم ساقع، ما كانوش لسه خدوا الشمس بتاعتهم. بس شرسه الكوبرا دي بقى اللي عامله نفسها ميته. بس طبعا بمجرد ما تحس ان في مفر، يعني احنا ما نديها الفرصه كده وتحس ان في مفر هتخلع على طول. دي اللي بتحاول تهرب. دول هنا كده يا جماعه عشان ما نطولش برضو الفيديو عليكم، دول هنا الكوبرتين اللي احنا اصطادناهم. تعالوا بقى نثبتهم ونشوف انيابهم مع بعض. ده كده عبده، ادي هنا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده، ده هنا بيبقى عندها كده ناب وبيبقى عندها الناحيه التانيه كده ناب. دول انياب الكوبرا. نيجي برضو للتانيه، نسيب دي هنا كده ان هي مستسلمه كده. بصوا يا جماعه التانيه برضو بيبقى عندها هنا كده ناب وادي كده ناب زي ما حضراتكم شايفين. ده يا جماعه الرئيس عبد الرازق. صباح الفل ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يستر علينا وعليكم. امين يا رب. بصوا يا جماعه عشان الفيديو احنا ما لحقناش نعمل له مقدمه، بس عشان نوضح هو مجموع ازاي. شايفين زي ما حضراتكم شايفين كده المنطقه دي، طبعا دي ارض مهجوره، ولكن الحته المهجوره دي في وسط مزارع فاكهه زي ما حضراتكم شايفين. حوالين من هنا شجر موز وشجر جوافه وشجر برتقان. التحجير ده بقى تحجير قديم من الطريق مرمي هنا. طبعا التحجير ده هنا بنيجي تحت منه هنا كده، الكوبر بتبقى ساكنه تحت منه، بس احنا ما كناش مركزين مع الحته دي خالص، لان احنا رايحين على الجزء اللي احنا كنا بنحفر عليه انا وعبده المره اللي فاتت. طبعا ماشيين انا وعبده هنا، انا عايز اوريكم بس اللي تم بالظبط. فاحنا ماشيين انا وعبده هنا، وهنا بقى كان كوم عفش هنا، وفجاه انا وعبده نزلنا هنا سمعنا صوت حاجه بتخروش في العفش زي سحبه الكوبرا. فجينا كشفنا كل ده الاول، وحتى شكينا الاول ان هم يكونوا نزلوا هنا، يعني في جحر هنا احنا حتى ما كملناش بص فيه يا عبد. والله تعالى هات الكشاف كده يا عبد بص فيه. طبعا احنا شلنا شويه العفش دول يا جماعه كده على اساس ان الكوبرا لو هي في كوبرا ما تنزلش المصرف. وبعدين اكتشفنا ان في جحر تحت الصخره دي، فبدانا تصوير ساعتها ولقينا بقى الكوبرا، وبعد كده بنبص لقينا كوبرا تاني. وده الجحر اللي احنا ظنينا من الاول ان هي ممكن تكون فيه. اضرب فيه الكشاف. والله احنا حتى ما ركزناش معاه تاني بعد ما خلصنا. نكمل ولا حاجه؟ اه فوق بعض بس، طوب فوق بعض بس، ممكن يبقى مكمل لجوه. اضرب كشافك كويس كده. طبعا احنا اصلا نسينا ان احنا نبص على ده، لان احنا لما كملنا العفش لحد فوق لقينا بقى الايه، لقينا تحت الصخره هنا مفرج. سيبها يا عبد سيبها. فجينا هنا طبعا ايه، كشفنا طبعا كل الباقي ده اتصور، كشفنا ولقينا الكوبرتين جوه. بص تاني يا عبد، يمكن انا برضو ايه اكون في حاجه فاتت عليا. وبعد كده كملنا تاني بقى، بص تحت الصخور دي ما لقيناش حاجه، ورحنا هناك للحته اللي احنا اصطادنا منها، لقينا اثر الكوبرا طالعه من الجحر ومش موجوده. فاحنا كده بقى مروحين، ولكن حبيت ان انا اوضح النقطه ديت. فدعواتكم معانا.